ازيكم يا شباب؟ فيلم النهارده هو فيلم اللبيس لممثلنا المحبوب مدحت صالح وشريف منير واميره فتحي. تعالوا بينا نشوف الفيلم بيقول ايه. بيبدا الفيلم باننا بنشوف استعراض سينمائي وان هم بيصوروا فيلم تاريخي وتحصل معركه ونشوف ان في نجفه هتقع على سلمى، بس عزوز يخش ويلحقها. مبطن عزوز ياكل القرش لما يعوز دايس في البحر. بعدها سامح يقول له بطل صلبطه ويقول له قوم بقى علشان عايز اغير. احمد عز تجمع. بعدين نشوف شمس اللي كانت ورا الموضوع ده. بعدين نشوف سامح بيبكت عزوز ويتمرن على دراعه المجزوع، وربنا خنزير والله. شوف عزوز بيقول له يعرض الروايه بتاعته ويقول له عايزني امثل روايه لواحد اسمه عزوز. عشان دي بكره بقى بكره. بعدين نشوف سلمى راحت تسال على عزوز وسامح يقول له انه فوق السطوح وتروح ليه ونسمع انه بيغني. لا محيط هندي ولا اطلنطي، البحر ده حظه بالسنتي. قبطان عزوز ده على ضمانتي، اعصابه حديد ومش مهزوم. وتقول له انت بتغني الكلام ده لواحده بتحبها؟ اكيد يعني، اكيد مش بيغنيها لواحد، كفايه غباوه. تخش الاوضه بتاعته تلاقي بوسترات وصور ليها كتير، يقول لها كنت عايز اعملها ورق حائط بس كده ارخص. انت عبيط، انت عبيط يا صاحبي، فكر في كلامك، ده معناه انك شايفها ارخص من ورق الحائط. بس هي هبله وما فهمتش، والحمد لله عدت على خير. على السلامه وقدر ولطف. بعدين نشوف واحد راح لسامح علشان يقتله ويطلع يجري وراه ويطلع عزوز بيدربه على المشي. نشوف بعدين ان عنتر كان هيخبطها بالحصان، ولكن بطلنا المغوار ابو قلب جبار انقذها مجددا. احمد عز تجمع. بعدين نشوف سامح عايز يخرج مع سلمى بس اتنفض له، يقول لها عايزك تلبسي الفستان الاحمر، حط البرفان اللي انا بحبه. يقول له اولا انت عندك عمى الوان، ثانيا انت ما تفرقش بين ريحه المانجا والبصل الاخضر. الافيه ده حلو الصراحه، يعني انا لما سمعته عجبني الصراحه، في حاجات كده ممكن تطلع من الفيلم لذيذ. بعدين نشوف واحد بيجري قدام بيت سلمى ويتكلم عزوز ويروح لها البيت. شوف عزوز راح وجهز عده الاكشن وهي النبله ويروح البيت، بس سلمى ترش عليه سيلف ديفنس. بعدين نشوف عزوز جاي بيجرب النبله، قامت زلطه منها، قامت فلته جت في بق عنتر وسنه ايه اتعورت ويطلع يجري. مبطن عزوز ياكل القرش لما يعوز دايس في البحر. بعدين نشوف سامح وشمس راحوا للاستوديو والناس بتصورهم، بس اول ما سلمى جت سابوهم وراحوا ليه. احنا اللي كسبنا. شوف ابن المخرج قفش سامح وشمس وبيرخم عليهم ويمشي ويضرب نار ويفرقع اللمبه ويخلي سامح يشيله ويعتذر لعزوز ويخلي عزوز يبوس سلمى. بعدين عزوز يروح لسلمى بيتها ويخرجوا ويروحوا على النيل ويتكلم ان سامح بقى نجم علشان كان بيسعى، بس هو كان مستني الفرصه تجيله. ما هو طبيعي يا معلم. بعدين نشوف سامح وعزوز وشمس وسلمى قاعدين في مطعم، سلمى تقول انه حساس وسامح يقول انه كبله. يروحوا الاثنين يظبطوا المكياج بتاعهم ونشوف شمس بتحط حاجه لسلمى في الاكل وعزوز يشوفها ويبدل الاطباق. نشوف سامح الطفل بياكل معاها والاثنين يجي لهم حاله تسمم. بعديها في مشهد تاني بنشوف سلمى بتقول ان دور البطوله احسن لشمس وثابت عليها نفسها واعترفت لسلمى باللي حصل. هي بنشوف ناس خطفت سلمى. شوف عنتر بيقول لسلمى ان شمس اللي قالت يعمل فيها كده، وعنتر يروح ليها ويقول لها بس يبقى سامح وعزوز هناك ويسمعوا، تقول له ان هم اتصالحوا ويقول لها طيب اديني وصولات الامانه. تقول له ان هي اساسا هي قطعتهم وهو مش مقتنع بالكلام ده، بيقول لها انا عايز وصولات الامانه، انا دماغي تربنت او وصولات الامانه. تقول له خلاص انا جاي معاك. تروح معاه وعزوز وسامح راحوا وراه ويضربوهم وينقذوها ونسمع كلمه ستوب والفيلم يخلص. ونهايته انا ما كنتش فاهم، يعني كل ده كان تمثيل ولا ايه؟ انا مش فاهم. وفاكر لما كنت بشوفه وانا صغير كنت بقول يمكن ايه يكون علشان انا صغير مش فاهم مثلا، بس لما شفته حاليا لا، هي نهايته مش مفهومه. العيب ما كانش فيا وانا صغير، العيب في الفيلم. والفيلم لذيذ مستاهل للدرجه، مش هتزهق وانت بتشوفه. في الاخر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس لو اول مره تسمعني، واستنى الفيديوهات الجديده اللي تنزل كل خميس. سلام يا شباب.